والصلاة والسلام على أشرف الخلق والسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله وتبع هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، انتهينا إلى القول في الحكمة في التعوذ، وعلماء القراءات لابد يقول لك لا، التعوذ فريضة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ، أي إذا أردت قراءة القرآن. نحطها بقى في أذهاننا علشان مثل هذه التقديرات بتفتح أبواب للعلم عظيمة. يبقى إذا قرأت يعني إذا أردت. طب ما لو ما قدرناش بقى زي إنه القرآن ما فيش مجاز. نقلت لي من عند شيخنا الشيخ محمد الغزالي الله يرحمه، كان مفتي السعودية الشيخ بن باز. طبعا ما سمعتهاش من الشيخ، انما سمعتها ممن حضر للشيخ، ان المفتي يعني كان سيدنا الشيخ بن باز عليه رحمه الله، بس كان ممن يرى يعني ويقول هو بعض اخوانه يعني، او بعض اخوانه، مش معنى ان هو عالم من هناك بقى مقدس او خد الحصانه ما يردش عليه ليه؟ الغرض ممن يقول ان لا مجاز في القرآن. طبعا انا قلت لكم قبل كده اللي قالها هو من خلال سيدنا ابن تيمية. ليه؟ لان تزيد المتفيهقون في المجاز حتى جعلوا اغلب القرآن مجاز. يبقى اذا ما فيش فيه حقيقة، يبقى اذا ندخل بقى في عالم الاوهام والتوهمات. لا، المجاز حيث تقتضي الضرورة مجاز. زي ايه؟ زي قوله تعالى وهو معكم اينما كنتم. فاما يقول لك ما فيش مجاز في القرآن، قال له الشيخ وهو معكم اينما كنتم بعلمه. قال له طب ما ده تأويل، ما ده مجاز. اشمعنى هو معكم اينما كنتم يبقى بعلمه ويد الله فوق ايديهم؟ لا يد ولا يد ولا لك ايدينا، ما هو ده برضه تأويل منك. ما بيقول له فالشيخ الله سيدنا الشيخ الغزالي عليه رحمة الله فيما نقل اليه، قال له ده انت اولى الناس بان تتمسك بضرورة وجود المجاز في القرآن. ليه يا شيخ؟ شوفوا بصيرة العالم. قال لهم يقول ربنا ومن كان في هذه أعمى ففي الآخرة أعمى وضل السبيل. قال له ده عمل بصيرة. قال له ده ما ده مجاز. ما هو ده مجاز، مش العمل حقيقي. لأن لو العمل حقيقي مش هيشوف خالص. ده ربنا بيقول فبصرك اليوم حديد، يعني حد الكل هيبقى بصره حديد معانا. يبقى إذا قرأت القرآن أي إذا أردت قراءة القرآن. ليه؟ قال لأن الاستعاذة هنا هي استئذان وقرع الباب. قلنا بقى في آخر اللقاء السابق، فهي الاستعاذة احفظوها الله يكرمكم، احفظوها للشيخ البرساوي. فهي أي الاستعاذة وسيلة المتقربين، واللي جبناها بقى أعوذ بالله من شر هذا الراكب. أي حاجة تخاف منها استعذ بالله، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا. وهنقول بقى حقيقة الاستعاذة. يبقى إذا الاستعاذة هي إيه؟ وسيلة المتقربين. هتحفظوا ولا لا؟ واعتصام الخائفين. ما بقول لك دارينا والله احميني. فاعتصام الخائفين ما بتستعيذ بالله الذي هو على كل شيء قدير. يبقى إذن الاستعاذة وسيلة المتقربين، لأن المتقرب محتاج إلى الاعتصام من النوازع. النوازع هذه الشيطان وجنوده، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. لهذا أنا أريد أن أجلس مع الله، فإذا قرأت القرآن فاستعذ. فالاستعاذة كما قلنا إيه بقى يا صهيب؟ وسيلة المتقربين واعتصام الخائفين وعتبى المجرمين. أنا أجرمت، أستعيذ بك من شر نفسي.
وده اللي بنقولها 3 مرات من السنة، بنقولها في الصباح 3 وفي المساء 3، وبناخد بالنا إن شر نفسكم وشر العالم كلكم تاني. أعوذ بك من شر نفسي وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. دابة كبرت أم حقرت؟ اسمه ده اللي هو النمرود اللي قضى عليه ايه؟ نملة دخلت ود، نملة. مصطفى اتاتورك، مصطفى كمال اتاتورك، اما استهزأ بيه يوم يقول لك ايه، ما احنا في القرن اللي مش عارف ايه، كان بداية القرن العشرين ولسه هنقول تنوى الزيتون. الحشرة اللي مات بها لم يكتشف أمرها إلا قريبا، إنها حشرة بتنمو على ثمرة التين. التين البرشيم مش التين الشوكي، بس التين الشوكي حلو، الاثنين أحلى، بس بكم دلوقتي التين؟ حشرة صغيرة بيئتها التين الشوكي، التين البرشومي. يبقى إذن الفيروس اللي قضى على فيروس الايدز يرى، فيروس اللي كان اسمه ايه ده، الكورونا يرى. يا سلام على العظمه. سيدنا الشيخ الغزالي لسه انا بقرا له، ولا فكان له كتاب، فيومها كان وهو بيكتب يعني كان فيه الأهرام نشر خبر كده، الكلام ده كنا في الثمانينات تقريبا، إن مش عارف إيه تلسكوب إيه جاب على بعد 180 سنة ضوئية إن فيه كم مجرة، 180 مجرة بتتولد من جديدا. جل جلاله ربنا سبحانه وتعالى. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. عارف يعني إيه 180 ولا 1800؟ 180 مجرة يعني إيه؟ ده أقرب مجرة للشمس. أنا قلت لكم أظن أو المجرة اللي إحنا تبعها المحافظة بتاعتنا، الضوء بتاعها منها ضوءها بيوصل لنا هنا على بعد 30 مليون سنة ضوئية. طب المجرة اللي رايح مننا 50 مليون سنة ضوئية، 180 مجرة